قبل ما نبدأ ودوس لايك واشترك في القناة. نبدأ الفيلم مع بنت وهي في مدرستها وبتلاقي الشخص غريب دخل وبيتكلم مع المدرسة، وبعدها بيندهل على نصرة صاحبتهم ولمت حاجتها ومشيت. وهم مروحين أماندا عن حوار لوسي، بس هي بتقول لها إن الموضوع غريب وإن أمها برضه غريبة، وخصوصا إنها عرفت إن البوليس كان عندهم من يومين وبرضه ما يعرفوش كان عندهم ليه، فمن الواضح كده إن في حكاية معاهم. ولما روحت بتتصل بأمها في الشغل عشان تعرفها إنهم في البيت هي وأخوها بوبي، وده لأنهم متعودين على كده كل يوم. وعرفت اخوها ان هي اللي هتعمل له اكل لان امها هتتاخر النهارده في الشغل. وتاني يوم وهي بتلم حاجتها عشان تروح المدرسه بنشوف دون وهو رايح شغله، وده يا عزيزي بيكون والد اليزابيث. وبعدها بتاخد مادلين ابنها وبنتها عشان توصلهم المدرسه. بس هم في الطريق اليزابيث بتستاذن امها عشان تروح لصاحبتها اماندا، فامها قالت لها ما عنديش مانع طالما هتستاذني من اماندا كمان. يا سلام على الاحترام. المهم بتاخد بالها انها نسيت المسكره بتاعتها، وطبعا هي وقعت منها وهي بتلم حاجتها ومتأثربعة، فبتقول لامها انها لازم ترجع تجيبها المدرسه، ما تنفعش من غير المسكره يا مادلين. قالت لها ده ما فيش منه، وبتعرفها ان عندها شغل وهتتاخر عليه. وهوبا الاتنين بيتخانقوا مع بعض. يا سلام على الاحترام. والمعلم ده قاعد ورا وشعللها اكتر وقال احنا كده هنتاخر على المدرسه. المهم في الاخر بتسمع كلام امها، لكن بتكون مخنوقه منها جدا، وبتركب الاتوبيس وهي مش طايقه نفسها. وهي في الفصل الواد صاحبها بيبعت لها جواب بيسالها لو يروحوا مع بعض هو واماندا واليزابيث، وفعلا بتوافق. وبعد ما نزلوا من الاتوبيس اللي بالمناسبه هو قريب من البيت، صاحبها بيطلع الجوابايه وبيقول لها ما تاخديلك شده وانت تعرفي اللي جوايا. بس اليزابيث بتطلع متربيه وما بترضاش، اما اماندا صباح الفل. المهم العربيه اللي هتوصله بتوصل، فبسرعه بيطفي الجوابايه وبيحطها في شنطه اليزابيث، وقال لها معلش بقى هاخده مني لبكره. وكمان عرض عليها يروحها، بس هي رفضت وقالت قريب، ويا ريتها كانت وافقت. بتتمشى ناحيه في بيتها وبينادي عليها واحد وبيكون لابس لبس ظابط، وبيسألها إذا كانت ساكنة في البيت ده، فقالت له أيوة. راح مكلبش إيديها وقال لها إحنا لقينا ممنوعات مع أخوكي وإن في 5 ضباط هناك دلوقتي. والبنت اتصدمت وقالت له بوبي ده صغير ومتربي عمره ما يعمل كده، وسألته إذا كان أخوها معاهم ولا لأ، فقال لها ما اسمعش صوتك تاني ولازم تيجي معايا عشان نسألك شوية أسئلة. وكمان حط لها طوق على رقبتها وقال لها إنها لو حاولت تهرب هتفرقع الطوق. وفعلا يا عزيزي اليزابيث بتخاف وبتمشي معاه لحد ما وصلوا جنب البيت. قالت له انت قلت لي ان الشرطه هنا واخويا معاهم. قال لها لا قدام، وقربنا عليهم. وفضلت ماشيه معاها شويه، ولما حست انها بتبعد عن البيت قال لها قلت لك ما تخافيش احنا قربنا خلاص. الغريبه بقى انه سالها اسئله مفروض يعني بعدها كانت جريت على طول، بس ما تعرفش هي كانت برضه خايفه ولا عشان الطوق اللي في رقبتها، ولا يمكن كانت مديه الامان عشان هو ظابط. المهم بيسالها اذا كان معاهم بيت وقالت له لا، وسالها عن عمرها قالت له 14 سنه. فسالها هو انت لسه بنت ولا حد عمل معاك الغلط؟ اهو ده سؤال غريب ما يجيش من ظابط. المهم في الوقت ده مادلين بتتصل تطمن وصلت ولا لا، لكن بوبي بيقول لها ان اختها ما جاتش. ابتدت تقلق فبتتصل على بيت اماندا صاحبتها، لكن قالت لها انها مفروض في البيت دلوقتي، فبتقلق وتمشي بسرعه. اما بوبي فبيطلع يبص عليها هو كمان قريب من البيت. في الوقت ده كانت اتخانقت وقالت له انها عايزه تعرف هم رايحين فين بالظبط. قال لها من الاخر كده انت مش هترجعي البيت تاني، وانا اللي هعمل معاك الغلط، ومفيش بوليس ولا حاجه، ولو نطقت بكلمة أو حاولت تهربي هفرقع الطوق اللي على رقبتك ده. والبنت يا عيني بتخاف وما بتنطقش ولا كلمة. بعدها بيوصلها عند حتة في الغابة وبيفتح مخبأ تحت الأرض وبيأمرها إنها تخشه. والمكان يا عزيزي كان قريب من بيتها، والبنت يا عيني بتنزل وهي مرعوبة وقعدت تترجاه. في الوقت ده مادلين كانت قلقانة جدا وركبت عربيتها وفضلت تدور في الطريق اللي ما بين البيت والمدرسة، وبتقابل أماندا وأمها، وما كانش لسه أخبار عن إليزابيث. وأم أماندا بتقول لها إنها لازم تبلغ الشرطة، وفعلا بتتصل بيهم. ولما جوزها رجع جريت عليه وقالت له، وكانت يا عيني خايفة جدا على بنتها وما تعرفش إنها تحت الأرض قريبة منها. جوزها كان فاكرها عند واحدة من صاحباتها وقال لها إنها أكيد هترجع شوية كده، بس بتعدي كام ساعة مش طالع لها أي حس. وأخيرا الشرطة بتوصل وبيفضلوا يدوروا جنب البيت، وكمان دخلوا عند الغابة اللي إليزابيث فيها، بس الدنيا كانت ضلمة جدا وقرروا يمشوا ويبقوا يرجعوا الصبح. وبيسألوها شوية أسئلة زي مثلا في حاجة حصلت زعلت إليزابيث، أو هي يعني متعودة تبات بره البيت عادي. مادلين قالت له إن حصل ما بينهم تاتش بسيط، والكلام ده الصبح قبل ما تروح المدرسة، بس ده ما يخليهاش يعني ما ترجعش البيت. وعرفتهم إنها كانت عايزة تبات عند أماندا، بس ده لسه الأسبوع الجاي. وكمان هي متأكدة إنها مش بايتة عند حد من صاحبتها. بس الضابط كان ليه رأي تاني وقال لها إنها أكيد مشيت بإرادتها، وبيقول لها لو ما رجعتش لحد بكرة تبقى تكلمه، وسابها ومشي. في الوقت ده إليزابيث يا عيني كانت بيتعمل
معاها الغلط وهي مربوطة وطبعا مش عارفة تعمل أي حاجة، والحيوان ده بيقول لها لو حاولت تهرب أو تطلع صوت هيقتلها. وبعد شوية فتحت التلفزيون وقعد قدامه وبيقول لها إن مفيش أخبار عن اختفائها، يعني محدش أخد باله إنك مش موجودة أصلا. وتاني يوم الشرطة بتروح لأهل إليزابيث وبيكون عدى على اختفائها 48 ساعة، والضابط بيسألها نفس الأسئلة وما كانش مقتنع بكلام مادلين وكان متأكد إنها مشيت بمزاجها. قالت له إنها عمرها ما عملت كده، وده غير إن أي حاجة من بيتها حتى المسكرة اللي ما بتستغناش عنها موجودة وما خدتهاش. بس الضابط الكبير ابن الحلال قرا التقرير بتاع اختفاء إليزابيث وزعق في الضابط التاني وقال له إنه كان المفروض يتحرك ويبدأ يدور على البنت من بدري. وفعلا الصبح بدأوا يتحركوا ويدوروا عليها، وهي يا عيني كانت مرمية تحت الأرض، وكل شوية الراجل ده كان بيعمل معاها الغلط يا عزيزي. وشوية وسمعت صوت أبوها وأصحابه فوقيها وفرحت وافتكرت إنه قرب يوصل لها، لكن بيقوم فينسن وبيكتم بقها وبيهددها إنها لو طلعت أي حس هيقتلها. وأبوها وأصحابه عدوا فوقيها وطبعا ما خدش باله إنها تحتهم، والبنت يا عيني فرحتها ما بتكملش. بعدها بتعرف إنه خبر اختفائها انتشر، وبتشوف أمها وأبوها في التلفزيون وبتسمع أمها وهي بتتكلم عنها وبتقول إن نفسها ترجع في حضنها. فينسن ما بتأثرش بكلام أمها فبيقوم وبيقفل التلفزيون. ومن هنا يا عزيزي وهي ابتدت تفكر في الهروب، وكانت بتسمع كلام فينسن بالحرف الواحد، وده عشان تحسسه بالأمان، وابتدت تحسسه إنها مبسوطة معاه كمان. بدأت تريحه ويسيبه يعمل اللي هو عايزه وهو كمان يرتاح لها، وفتح لها قلبه وعرفها السبب اللي خلاه يبني المخبأ ده. وطلع إنه بنيه يا عزيزي عشان حبيبته وكان مفروض يعيشوا سوا فيه، بس حبيبته خانته وخزوته وبلغت عنه إنه عمل معاها الغلط غصب عنها، وقرر إنه يهرب من الشرطة. وقالها إن حبيبته سابت المدينة واتجوزت وكمان خلفت، ومن ساعتها هو عايش في المخبأ ده، وطبعا مش هيعيش فيه من غير الحتة اللي هتقطر المكان، فقرر يدور على واحدة غيرها واداها الأمان على الآخر. وتاني يوم بيسمع صوت طيارات فوقيهم، ودي كانت بتدور على إليزابيث. المعلم كان عامل حساب كل حاجة وحط عليهم ورقة فويل كبيرة، وده عشان الحساسات الحرارية ما تكشفش مكانهم. وبعدها إليزابيث بتكمل تمثيل وبتطلب منه إن هو اللي يعمل معاها الغلط، وده عشان كانت عارفة إن دي الحاجة دي نقطة ضعفه، وكانت عايزاه يحس إنها فعلا بتحبه وراضية بحياتها معاه عادي. وقدرت يا عزيزي تضحك عليه وهو صدقها، ففك الطوق اللي على رقبتها وكمان علمها ازاي تستخدم المسدس، وكمان اخدها معاه عشان يجيب الاكل من بره، بس بيربط ايديها وبيطلعها عند عربيه قديمه قريبه منه، وفتح شنطه العربيه واخد منها اكل. اللي كانت مستغربه من الوضع كده ان في حد عارفه بيسيب له الاكل هنا، بس بيسمع صوت طياره قريبه منهم فبيخاف بسرعه وبيقول لها انهم لازم يرجعوا. وهم راجعين للمخبأ بتقلع فردة جزمتها وبتسيبها لها يمكن يعني يقدروا يوصلوا لها. وتاني يوم وده بيكون اليوم السابع بتقوم قبل فينسن وبتمسك تليفونه عشان تبعت لأمها رسالة، لكن للأسف ما كانش فيه شبكة تحت الأرض. فبتروح إليزابيث عند المخرج وبتكتب لأمها على مكانها، بعدها بتطلع التليفون من المخبأ وفعلا بيلقط شبكة والرسالة بتتبعت، وبسرعة بتمسح الرسالة من التليفون وبترجعه تاني مكانه. وكمان بتقوي قلبها وبتمسك المسدس وبتقرب عشان تخلص منه، بس للأسف كان عامل حسابه وشايل منه الطلق. احمد ربنا انه مصحيش، كان هيفرمك اكتر ما انت مفرومة. بره بقى الضابط بيقول لأمها ان بنتها ملهاش اي اثر، فقالت له ان اخوها فينس وجوز اللي هيبقى حبيبهم الجديد. واخيرا فينسن بيظهر في الصورة، واخيرا عرفنا سر اختفاء البنات. كاثرين بتقول انها ما تعرفش عنه حاجة بقالها سنين، بس وهم بيفتشوا في الشقة بيلاقوا مخبأ سري، وكان باين عليها انها وراها مصيبة هي كمان. اصدرت ابن الحلال قال لها فهميني كده، ازاي بتقولي انك ما شفتيش فينسن من سنين وانت لسه مشتريه خط جديد باسمك من 3 اسابيع، والرقم ده بعت رسالة وقالت انها مخطوفة. اتصدمت والظابط قال لها لو طلع لك اي علاقة بالموضوع ده هتتحبسي انت كمان، لا وكمان انا شخصيا مش هحلك، لكن لو تعرفي اي معلومة توصلنا هنطلعك بره الحكاية دي. وكاثرين بتخاف وبتاخدهم مع عند عربية الخابة، وبتطلع يا عزيزي هي اللي كانت بتسيب له الاكل في العربية، وبتعرف الشرطة بحوار الاكل ده، والظابط بيعرف انه مستخبي في الغابة، وامر مجالته يدوروا تاني وانه يركزوا وياخدوا بالهم اذا كان في مخابئ تحت الارض، وكمان امر ان صورة فينسن تطلع للصحافة عشان فينسن يعرف ان الشرطة عرفتها، وساعتها هيفكر انه يطلع من مخبأه. ولما فينسن بيعرف انه اتفضح بيتخانق مع إليزابيث وبيقول لها انت اكيد عملتي حاجه من ورايا، وبيفتح تليفونه وبيدور فيه لكن ما بيوصلش لحاجه. وإليزابيث حاولت تقنعه انها بتحبه، ولو الشرطه مسكت هتقول له انها جت ميعاد مزاجها وانها هتكمل معاه ومش هتقدر تبعد عنه. وده بيثبت لك يا عزيزي البنت دي قد ايه كانت ذكيه جدا جدا. وفعلا اقتنع وبيحكي لها عن سر كبير اتفاجئت بيه، وهو ان كاثرين دي مش هي اللي حبيبته زي ما كنا فاكرين، لا المعلم كان بيحب بنتها لوسي اللي هي مع إليزابيث في المدرسه، وبيقول لها انه طلب من امها يتجوزها لكنها رفضت واخدت بنتها ومشت. بلاسل الصغيره وقال لها تفضل هنا وهو هيطلع يأمن الدنيا، وان بعدها هيجي ياخده ويتجوزها ويعيشوا سوا، وحذرها انه عمل افخاخ في المكان
ولو حاولت تهرب هتموت، وبيسيبها وبيمشي. وبعد شوية اتشجعت إليزابيث وقالت يا روح ما بعدك روح، وفتحت باب المخرج وطلعت وهي مرعوبة من الأفخاخ اللي قال عليها. لكن طبعا هو ولا عامل أفخاخ ولا حاجة، وحظها كان حلو. والظابط ابن الحلال كان قريب منها وسمعها وهي بتصرخ وبتطلب المساعدة، والظابط بيجري ناحيتها وبيلاقيها واقعة على الأرض وبياخدها بسرعة على المستشفى، وده طبعا بعد 10 أيام من العذاب اللي شافته. بعدها أهلها بيعرفوا وبيجروا هم كمان وبيروحوا لها، وأخيرا بترجع في حضن أمها. دي يا عزيزي إليزابيث الحقيقية، وده فينسن اللي اتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن 420 سنة، وده طبعا بسبب القضايا الكتير، ده غير حوار البنات الصغيرة. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك وتقول لنا رأيك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.